في العصر الحالي المعلومة مش قوة، لكن سرعة التعلم هي القوة. اللي بيعرف يتعلم أسرع هو اللي بيكسب في السباق، بيواكب كل التطور السريع، ما بيبقاش متأخر عن التطور والتكنولوجيا ولا عن السوق. المشكلة في وهم المعرفة، بنقضي وقت طويل في تجميع معلومات، نقرأ مقالات، نشوف فيديوهات، نسمع بودكاست، لكن بنفشل في تحويلها لمهارة. بنبقى عارفين حاجات كتير لكن مش بنعرف نعمل حاجة جديدة من الحاجات اللي اتعلمناها. بنقع في فخ التعلم السلبي اللي بيخلينا نستهلك محتوى بدل ما ننتج قيمة. التعلم السريع هو مهارة التعلم الموجه بالنتيجة، إنك بتحدد إيه اللي هتقدر تتعلمه بعد ما تخلص التعلم ده، إيه اللي هتستفيده وإيه اللي توصله، مش إيه اللي هتعرفه من المعلومات اللي بتاخدها. المهارة دي بتعتمد على التطبيق الفوري والتغذية السريعة، إنك مش بس بتذاكر، أنت بتجرب، مش بتقرأ لكن بتصمم نموذج أولي تطلع منه بنتيجة فعلية ملموسة. التعلم السريع بيحول المعلومة من مجرد بيانات في دماغك لقوة تغيير في إيدك. تقدر تجرب التأثير ده إنك تطبق قاعدة 20 ساعة. لو عايز تتعلم أي مهارة جديدة التزم ب20 ساعة من التطبيق العملي المكثف، مش مجرد قراية وكورسات بدون تطبيق، لكن إنك تقسم 20 ساعة دول على أسبوعين أو شهر حسب قدرتك وحسب وقتك المناسب، وتركز على إنتاج شيء ملموس في نهاية كل مرة تقعد تتعلم فيها حاجة جديدة. لو عايز تعرف إزاي تضاعف سرعة اكتسابك لأي مهارة وتتعلم مهارات كتير في وقت قليل بشكل فعال ويكون ليه نتيجة ملموسة تفرق معاك في حياتك العلمية والعملية، أجندة من الألف للياء بتعلمك إزاي تنظم رحلة التعلم والتطبيق. وكمان دبلومة مهارات الأعمال اللي بنقدمها في من الألف للياء هتعلمك مهارات كتير جدا هتحتاجها في حياتك الشخصية والعملية بطريقة تطبيقية تطلع منها مكتسب كل المهارات بأفضل شكل ممكن. ابعت لنا دلوقتي واحجز مكانك وابدأ طريق نجاح جديد مخططه بنفسك من اللحظة دي. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك.